السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو جديد لطلاب تالتة ثانوي. طبعا كنتوا عارفين أو كلكم عارفين عن موضوع ال5% اللي تم اقتراحها من قبل مجلس النواب، من قبل النائبة تحديدا، لإعطاء كل الطلاب 5% بسبب الظروف اللي احنا بنمر بيها، أو بسبب البلاد الظروف اللي بتمر بيها، وده هيكون حافز للتحصيل العلمي والمذاكرة والكلام ده كله. المفروض ان الاقتراح ده تم اقتراحه، والمفروض انه بينظر فيه، ولكن اللي انا شايفه واللي انا ملاحظه حاليا ان تقريبا هم عارف زي اللي غمضوا عينيهم كده، او عملوا مش سامعين، او عملوا مش واخدين بالهم عن الاقتراح ده. وانا مش عارف ليه الحقيقه. يعني اذا تم مناقشته ورفضه فيقولوا، يعني هم ما يعلقوش الطلاب بامل زائف. يعني احنا ما نقولش للطلاب وهم يطلعوا للطلاب، او ما يطلعش الاخبار تتداول باعطاء او اقتراح باعطاء الطلاب 5%. فاحنا مش هنقول كده عشان نسكتهم ونصبرهم بس، وفي الاخر يعني يتصدموا في الاخر او ما يلاقوش حاجه. احنا يا نقول او نطلع ننفي نقول مفيش حاجه هتحصل، مش هندي التراب حاجه، ولا هنقف جنبهم في اي حاجه، ولا هنراعي باي حاجه. ولكن ما نقفش بنتفرج عليهم يا عيني وهم عمالين متعشمين بال5% اللي هتضاف. ده شيء مش منطقي، شيء مش معقول. يعني ده تشتيت زيادة. فاحنا ما ينفعش نقف او ما ينفعش من وزارة التربية والتعليم انها تقف ساكتة عن الموضوع ده. يناقشوا ونوصل لحل، ونوصل لان لازم يحصل للطلاب دعم نفسي ومعنوي ودعم دراسي، سواء 2% 3% ايا كان يا سيدي، او حتى التنسيقات تقل سنة، او اي حاجة. يعني اي حاجة تحصل. يعني الطلاب نزلوا امتحنوا وفي وسط في ظل الازمة والامتحانات صعبة وكل حاجة. يعني انا ما شفتش ولا حاجة لحد دلوقتي في صالح الطلاب. يعني انا لحد الان حد يقول لي كده في الكومنتات ايه اللي حصل في صالح الطلاب. تمام، انا مش عارف. فاحنا عايزين حاجه لصالح الطلاب بقى. يعني يا ريت يعني حاجه دفعه كده تديهم حافز انهم يبقوا مطمنين مرتاحين، قلبهم يرتاح، بدل الهم والغم اللي هم شايلينه فوق راسهم من اول يعني يوم امتحانات، او من اول ما الدراسه وقفت لحد اللحظه اللي هم بيسمعوني فيها دي دلوقتي. فيا اما نطلع نقول مفيش 5% وهم بقى ربنا يتولاهم، يا اما نبص بعين الرحمة، نبص بالمنطق والعقل ونديهم 2% حتى على الاقل، او 3% زيادة فوق مجموعهم، عشان الظروف اللي البلد بتمر بيها. فانا شايف ان ده هيبقى عدل وحق، لان هم مفيش حد ذاكر معاهم، مفيش حد راجع معاهم، مفيش حد، ومفيش حاجات كتير. لو فضلت اقول مفيش مش هخلص. فاتمنى ان الفيديو ده يوصل والرساله دي توصل. اتمنى انكم توصلوها اكتر واكتر. طبعا الفيديو بينتشر لما حد يدوس لايك، فانت لو دوست لايك فالفيديو هينتشر اكتر والناس تسمع اكتر. كمان حابب اسمع راي كل واحد في الفيديو او في الموضوع ده بالتحديد، ان هم ساكتين قوي. يعني هم بقالنا كتير قوي قايلين على موضوع ال5% ده محدش يتكلم. فاتمنى ان كل واحد يشارك برايه، لان رايك مهم. إن انت بتمثل الفئه دي، انت بتمثل الطلاب والمجتمع او مجتمع الطلاب، فانت لازم تتكلم في الموضوع ده عشان رايك مهم ولازم نسمعه. بس ده اللي انا كنت حابب اقوله. سيبه لنا في الكومنتس رايك ده عشان يوصل والناس تشوف ان انت مهتم بالموضوع ده، مش بس قالوا لك كده عشان تسكت. اتمنى اكون افدت واستوفيت الموضوع ده ومضيعتش وقتك على الفاضي. عايز تشترك، عايز تتابع كل جديد، قصدي اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد اول باول. نشوفكم في فيديوهات ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.